اختي صباح الخير، صباح النور اختي، وصباح الحماس والطاقه الايجابيه. المهم انا راني اختي نط موحمه الصباح، نط مشايه بغرير، ودابا تسعود درتو وخليته يخمر، مشيت درت على الدار وجمعتها وقلت على لقيته شويه خمر، دابا غنبدا نطيب فيه. وهنايا كندير الزبده، وعندي اتاي كيسخن قريبا سالي، وزبيده وعسيله وصافي مشهيه اختي. قلت علاش لا، وجاني غزال صراحه، جاني كيحمق. المهم اختي نقول لكم مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو درته معكم كتحفيز وكحماس، وبغيت نشارك معكم هذا الفيديو صافي. المهم الناس اللي جدادين كنقول لكم مرحبا بكم عندي القناه ديالي، والف مرحبا. اي واحد دخل عندي وتابونا عندي ودار لي ابوني ودار لي لايك يفرحني بزاف، كنفرح. واخا نتوما ما كتشوفونيش انا كنفرح. كنوريكم البغرير راه جا غزال وجا خفيف وجا زوين وجا شنقول لكم في الواقع. كاميرا شي مرات ما كتبين لك الواقع. المهم قلت لكم ما تنسونيش دعموني، محتاجه للدعم ديالكم. انا القناه ديالي باقا صغيره وكندير هذا المحتوى حيت كيعجبني، وباغا القناه ديالي تكبر، وبيكم ان شاء الله غادي تكبر. واي واحد دار لاشين يوتيوب في قناه في اليوتيوب راه كيكبر بالمتابعه ديالكم، كتكبر القناه بالمشاهده ديالكم. راه ما كيجيش متابعه غير هكاك. اي واحد كل واحد عنده الذوق ديالو، كاين اللي يقدر يعجبو المحتوى ديالك وكاين اللي ما يقدرش يعجبه. ولكن الحاجه الوحيده اللي غنسطر عليها هو الانسان اللي بغى يدير شي محتوى يدير محتوى نقي باش يقدر ينجح في المصداقيه ديال اليوتيوب، ويقدر الناس مع الوقت واخا في الاول ما غتبغيكش وتجيهم باسله وتجيهم ما عندك حتى محتوى، يقدر الا بقيتي محافظه على المصداقيه ديالك وعلى الروتين ديالك وعلى الفيديوهات اللي كديري محترمين والفيديو المحتوى زوين، غيجي واحد النهار الناس غتعلق بك بلا ما تحس. انا هادشي اللي وقع لي في اول مره علاش كنت غنبدا ندير اليوتيوب وتنقول شكون غيتفرج فيا وهادي. من بعد الحمد لله كملت الشروط ديال اليوتيوب، عطاني كود ادسنس. هي الحياه ولات كتحسن، انا وليت كنشوف شي حوايج زوينين. صافي من بعد لقيت راسي انا اليوتيوب معلقه به وكيعجبني بزاف، كيعجبني هادشي ديال التصويرات، هادشي ديال المونتاج. كنقول واخا ما يتفرج فيا حتى شي واحد، صافي بغيت ندير فيديو، انا عاجبني هادشي. ولينا كنشوفوا دابا المحتويات اللي ولاو واللي طالعين دابا، هو اللي عندك شي سر وعندك شي معيور وعندك شي سبان، بغيتي تدابزي مع اختك مع اخوك، خرجي السوشيال ميديا وشوهي اتصالات باباهم كاملين. ولكن ما كيدوم الا الصح الصحيح والخاوي كيدير الريح كما كنقولوا. الانسان اللي بغى يدير شي حاجه يثبت المصداقيه ديالو، والمتتبعين اللي كيكونوا كيتفرجوا فيك راه كيبغيو شي حاجه زوينه، كيبغيوك تبقى على طبيعتك. وراه الشوهه حدها قصير كما كنقولوا، دغيا غتسالي دغيا غتباع فلوس، وها انت لقيتي راسك خسرتي ناس، خسرتي متتبعين، وناس مابقاوش يثيقوا فيك. وهذا الشيء. صباح الخير اختي، كيف صبحتي؟ لاباس بخير؟ بعد غنهضر معك في لا فيديو. كيف صبحتي؟ كلشي مزيان؟ هانيين بخير؟ كلشي في امان الله؟ المهم طالعه في الدروج، راكم عارفين الدروج اختي، الدروج السطح كما قلت لكم. طالعه في الدروج، واخا عاج دروجات ما بقاش كنقدروا عليهم. هي ليا من زمان كنا يا اختي فين كنمشيو، ما كنخليو فين نمشيو، الغابه نسرحوا. المهم دوز الحين حنا الشمس، شرت التصبين، الشبكه ديال التصبين شرت. وراني دابا هنا لي زور واحد الصربيه ديال الكوزينه، خصني نمشي نصبنها، درتها تفزك. والشميشه والسطح زوين اختي، كاينه الشمس وبغينا الشتا. يا ربي يعطينا الشتا يا ربي. الله، وهاد الشمس راها خايبه في نفس الوقت، واخا تشوفوها هكا راه خايبه كضر. المهم طلعت نشرت المره الاولى ورجعت نجيب داك لي زور وداكشي اللي كانوا عندي. ناري قلبي كيضرب، ناري اختي ناري. المهم كي دايرين؟ لاباس صافا كلشي مزيان هانيين اختي شي تصبين في السطاح طلعي جيبيه، عندك اختي شي نشير نشريه، عندك شي زرابي صبنيهم، عندك شي كفرليه تصبنيهم. الشمس الحراره دابا حراره بزاف. عندي واحد السبرديلات ديالي هنايا صبنتهم غير بيديا صراحه، ضلحت ما كيبغيوش الماكينه هذه. والله البنات الا خرجت كتشعل درت لي هذيك الطريقه ديال الزا، شفتها في واحد الفيديو وصدقات وجات غزاله. خلاص هذه ما اللون ديالها اصلا مشيت حكيتها ما خصهاش تحك. شوفوا هاد السبرديله زوينه وغاليه هاد السبرديله، نتوما لا مارك ديالها، ولكن مشيت حكيتها بداك الحلفه
ماشي ديال الجيكسي، الحلفه العاديه زعما بغيت ندوز مع الجنيبات وداكشي وندير لها الشيته وهي تجرح ليا من هنا، ما عرفتش ندير ليها دابا. المهم هذه قلت لكم شفت واحد لا فيديو كيدير الزا مع الماء سخون وكديريها في البانيو وتخليها وترجعي ليها من بعد واحد ساعه المكانه ولا نص ساعه المكانه. عرفتي هادو كانوا عندي مقلقين كانوا هادو. كما قلت لكم كنت في البلاد وكنت كنلبسها حيت كنرتاح ليها وكتجيني مع جميع الستيلات ديال الجين. وهادو رجعوا كحل، راكم عارفين الباديه مع البيض ما نقول لكمش، وهادو رجعوا كحل. واصلا قبل واخا كنت كنصبنها نعسكم في الدار ولا شي مرات كنديرها في الماكينه ولا شي مرات كنصبنها هكا بالشتاء، هادو كيبقاو كحلين. ودابا المشكله السبرديلات ملي كدير ليهم جافير كتخرجي عليهم، كتخرجي على السبرديله بجافير من بعد كتحطيهم في البلاكار واحد شويه كتلقاي الا داك السبرديله ولات كتعطي الصفوريه. انا بعدا نصيحه مني للناس اللي كيصبنوا حوايجهم بهاد السبرديلات في البيض بجافير ما يبقاوش يديروا جافير. انا والله لا لحجوج السبرديلات دابا فاش جيت من البلاد لقيتهم صفرين ومع فيا الوسواس اختي كيجيب الله جافير هو اللي كينقي، ولكن راه كيخرج على السبرديلات. المهم هذه نصيحه بغيت نقولها لكم انايا دزت منها الناس ما يديروهاش زعما ما يغلطوش. ودابا كما قلت لكم ديك الطريقه ديال ازا صراحه غزاله وزوينه، ديروها وجربوها. ما نقول لكم شنو خصكم ديروا بالضبط. قلت لكم هذوك البلايص اللي كيكونوا حنايا تحت البيطان هكا حوايج بيضين كيكونوا كحلين، اجي ليها وديري ليها ازا وديريها في الماء وخليها كتخرج كتبري وكيحيد منها كاع داك الكحوله. ومهم اختي هذه من سر المصبانات اختي، من اسرار سر المصبانات. المهم انا شاركت معكم هذه القضيه هذه. وديروها وردوا عليها في الكومونتير، عندكم ما ديروهاش ديروها او ردوا عليها في الكومونتير، ديروها في التريكوات البيضين اللي من تحت بيطانكم وديروها في السبرديلات ورجعوا عليا وديروا الطريقه كما قلت لكم. الماء سخون طايب وديري ازا فوق السبرديله ولا فوق داك التيشورت اللي عندك فيه الكحوليه وخليها ورجعي ليها. عرفتي كيولي بحال شنو نقول لك هكا كيخرج لك داك الوسخ كامل. المهم انا غنمشي دابا عنقي عيالي مع التليفون، غنمشي نشرط صبيني ونصبن هاد الزربيه. ها هي عندي هنايا في الزكته بالماء، خصني ندير ليها التيت والشيته راه هي فين هي اختي. هذا ما هذا الله هذا الله والاجوائيه هذه، هذا هو السطح. سبيل الله الكاميرا خدامه، ساعه الكاميرا كاع ما خدامه، ساعه نصور معكم، ساعه ملي دخلت الكاميرا وقت الكاميرا ما خداماش. المهم بعد ما ضربت ليها واحد الحكه خرجت كتشعل صراحه الله، دايره بحال الدواره هاد انتو واش نلقوش راه ما مصبناش هاد الماء صافي. بغيت نزيد هاد شويه نديرها تنشر، نديرها بعدا تسقطر، نديرها تقطر ليا، نديرها بعدا اختي تقطر هنايا. الاجواء نوريكم الاجواء هنا. المهم تبرديلاتي كيقول لكم السلام. البحر اختي راه هو، نقرب لكم نزومي لكم شويه. البحر كيبانش مع السحاب دايره بحال شكل البحر والسحاب بحال داكشي علاش ما كيبانش. باقا الضبابه اللي شفتوا الضبابه كاينه لهيه. المهم حنا هاد البلاصه تسولونيش من بلاصه الوفاق قريبه للهرهوره صراحه الله. انتم الغابه راه هي الغابه ديال لا ماشي هيلطون، الغابه الهرهوره هي هذيك راها كتبان لكم يا هادي. البحر اللي كيبان لكم جو غزال وشميشه، وانا ما شكيت عليكم راسي كيحرقني واحد الدرجه بزاف. دابا اختي غنهبط بحالي. اول حاجه نهبط في الدروج، غنهبط جاني الصهد وبغيت نحيد هي البنوار اصلا الحراره وانا مع راسي كيضرني وصباح الجو جدا تما وجاني بحال التبوريشه شدتني بحال التبوريشه وهادشي ما كان داكشي علاش. المهم راسي كيضرني بزاف. المهم غادي نمشي ونشوف شنو غنكمل معكم في هذا الفيديو وشنو غندير معكم. نقدر ندير شي كيكه شي حاجه بحال هكا نشاركها معكم. ندخلوا اختي المنازل. هذا اول حاجه نمشي نجفف الدار، نجمعها نجفف بعد الدار نضرب لها واحد التجفيفه خفيفه ظريفه، ندير شويه جافير نكملت على جافير في الطواليطات. ايوا اختي وديك الساعات نمشيو نشوف شنو غنديروا للكودي. هانتوما معايا في هذا الفيديو. وهنا غادي نوجد معكم واحد الكيكه اللي كتجي غزاله وسهله مهله. كما كتشوفوا عندي 4 البيضات، 2 خمارات، كيس ديال الفاني، كاس دانون، كاس زيت. كنطلع البيض مع كيس ديال الفاني
وقريصه الملح ضروري، و4 البيضات، والبيض يكون خارج على درجه المطبخ على درجه حراره الفرن. وكنبقى نخلط مزيان 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 بالطرب. هذا الطرب هذا يعني ضروري يكون عندك. المهم هذا كيطلع الكيكه زوينه كما كنشوفوا. كنتحصل على هذا الخليط بحال هكا ثقيل وكريمي. ومن بعد كنزيد كاس ديال الزيت، وكنضيف عاوتاني كاس ديال دانون ديال الفاني. هاد الكيكه ساهله ما فيهاش مقادير بزاف كما كتشوفوا. وكنعاود نخلط مزيان نفس الطريقه. كنعاود نخلط وكنجي هنا باش كندير الطحين. عندي هذا الكاس هذا عامر الطحين، كنغربلو ضروري. غربلو الطحين ديالكم. كندير كاس وكنزيد عاود وكنخلط عاوتاني داك الكاس مزيان مزيان. قد ما خلطتي الكيكه قد ما مزيان كتجي كيكه غزاله. زدت كاس الثاني وداك 2 خمارات زدتهم حتى هبايا. وغادي نزيد هنايا واحد ماشي نص كاس صراحه الله، غير 2 معالق. 2 معالق ديال 2 معالق ديال الطحين زدتهم على 2 كيسان. وصافي كنخلط مزيان مزيان مزيان. المهم الكيكه ما تكونش قاصحه بزاف، تكون بهذا الخليط بحال هكا يعني كما عطيتكم في العبار ديال الطحين. 2 كيسان عامرين و2 معالق ديال الطحين فقط. ومهم دابا غندوز باش نخلط هذا الشيء مزيان. ولهنا من بعد ما خلطت الكيكه ديالي دزت باش عندي هذا المول هذا. هذا المول هذا هو اللي عندي، يعني ديروا نتوما هذا المول هذا عندكم مختلف عليه ولكن يكون بحال هذا، ماشي ضروري يكون نفسه. يعني عندي هذا العادي حيت هذه كيكه عاديه وكتبغي مول عادي. المهم كما كتشوفوا الخليط ديالي هو هذا. ما تقيلش، المهم ما جاريش، المهم خليط زوين. وصافي قلت لكم غادي نديرها في المول ديالها. كما شفتوا المول عندي مدهون بالزبده والطحين مزيان. غادي نمشي نشعل الفران على درجه الحراره ديال 220 ديال درجه الحراره ديال الفران 220. وغنشعل عليه من التحت حتى تطلع ليا الكيكه ديالي مزيان. وعاد غادي نشعل من الفوق باش تحمر. المهم ما تحلوش عليها الفران قبل ما تطلع الكيكه وتشوفوها بحال شي تحمرات ودارت واحد اللون ذهبي. وديك الساعات عاد تشعلوا عليها الفران من الفوق باش تحمر لكم. دزت هنا باش ندير لي كريبه البنات، ما شاركتش معكم مقاديرهم هادوك. هنايا هي الكيكه، هي فين هي خرجت اختي لاله العروسه. جات غزاله صراحه الله. هذه من الكيكات المفضله اللي عندهم. واخا كندير الكيكات الاخرين ديال الشكلاط ولا ديال التفاح ولا، ولكن هذه ما كضربليش يومين اختي كتمشي. عرفتي جات هشيشه واحد الهشه ما نقول لكمش. ومن اسرار النجاح ديال الكيكه العاديه هي يكون عندك البيض اختي خارج. البيض خارج ديجا من الثلاجه على درجه حراره المطبخ. وخدمي لي يا اختي الكيكه بالبيض. طلعي البيض مع الفاني وقريص هاد الملحه والسكر حتى يولي لك الخليط كما شفتي كريمي. وعضي في المقادير الاخرين. من اسرار النجاح ديال الكيكه اختي هو انك تطلعي البيض مع قريص هاد الملحه وسنيده. هذا هو من اسرار النجاح ديال الكيكه ديالي انا. هنا دزت باش ندير لي كريب، جاني لي كريب غزال. ما شاركت معكم المقادير ديال الطحين، اما المقادير الاخرين كما شفتوا درت 3 المعالق سنيده وكيس ديال الفاني، كاس ديال الماء، 2 بيضات وكرتونه د الحليب. الطحين اللي مشى ليا من بالي حيت انا التصوير ملي كنصور فيديو وكنضرب سيمانه عاد كنجي ندير ليه المونتاج كنسى المقادير. بحال دابا الا كانوا المقادير محطوطين حدايا في الفيديو نقدر نشرح لكم، اما الا درت بالقياس المعلقه غير الطحين نقدر ننسى. مثلا المقادير الاخرين ما غنساهمش حيت كنديرهم دائما. شي مرات كندير كونتيتي ديال لي كريب قليله، كندير مقادير قليلين ديال الطحين. كندير كونتيتي كبيره عاوتاني كتنسي ما كتبقاش مركزه. المهم الا عجبكم لي كريب نعطيكم المقادير ديالهم بوحدهم، كتبوا لي في الكومونتير. المهم دزت هنا باش ندير اختي شلاضه. لبست هاد البيجامه هادي كتعجبني صراحه الله، كنت شريتها من الشمال حتى هي الناس الشمال. ودزت هنا باش ندير واحد الشلاضه نحيدها عليا للعشاء. المهم كما شفتوا قطعت الخس، قطعت الخيار، دزت باش نقطع مطيشه بالقشره ديالها كنحيد ليها الزريعه. كتجي هاد الشلاضه خفيفه وكتجي غزاله. وانا كتعجبني هكا غير بالحامض، نعصر عليها الحامض من الفوق واختي كتجي غزاله. المهم صافي غندوز نكمل بحال هكا التقطاع ديال الشلاضه ديالي. وغادي نشد واحد لابوكه حتى هي ثاني غادي نزيدها معاها وحتى هي كتعطي واحد. المهم كتجي زوينه في الشلاضه. وغندير شويه د المايز من الفوق يعني صافي هادشي اللي غادي ندير. المهم كتجي زوينه شلاضه. وش نقول لكم بالنسبه للكيكه هما هذوك المقادير، وبالنسبه للكريب راه هما هذوك المقادير، غير الطحين اللي ما عطيتكمش المقادير وهادشي اللي كاين. المهم هي هذه الشلاضه ديالي كتجي غزاله على هذا الشكل هذا وكتجي زوينه، كتجي شويه المنظر ديالها كيشهي. وغادي نقول لكم تهلاو لي فراسكم، ما تنساونيش من اللايك ديالكم، عجبكم الفيديو بارطاجيو القناه وتابوناو عندي فضلا ليس امرا.